في كل مجتمع في جرايم بتسيب علامة ما بتتمسحش، لكن في شهر 2 سنة 1993 بريطانيا واجهت جريمة ما كانتش بس مؤلمة، كانت صادمة بكل المقاييس. لو انت أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في يوم هادي في مدينة ليفربول كان إيقاع المدينة ماشي هادي جدا والناس بتجري في حالها، ومحدش كان يعرف إن اليوم ده هيكتب واحدة من أفظع الجرائم اللي هزت العالم كله. في مول تجاري في مدينة ليفربول شابة اسمها دينيس كانت ماسكة إيد ابنها الصغير جيمس، طفل عنده 2 سنين، طفل جميل من النوع اللي أول ما تشوفه تبتسم غصب عنك. لحظة واحدة بس دينيس مدت إيدها تاخد حاجة من المول، ولما رجعت تبص لقت إيدها بقت فاضية. جيمس اختفى. وعلى الناحية التانية من المول كان في 2 عيال 10 سنين تقريبا، تومسون وده ساكت وبارد، وجون كان متوتر دايما وعينه كانت بتزوغ في كل اتجاه. كانوا قاعدين يلفوا طول اليوم، يدخلوا محل يسرقوا ألوان شوية حلويات حاجات صغيرة، بس الغريب إنهم قبل ما يشوفوا جيمس حاولوا يخطفوا طفل تاني ولكن فشلوا، لحد ما ظهر قدامهم طفل صغير لوحده. قربوا منه ومسكوا إيده وخرجوا بيه من المول كأنهم إخوات كبار وواخدين أخوهم الصغير، والكاميرات كانت بتسجل خطوة بخطوة ومحدش شك لحظة واحدة. الشارع كان طويل، مشيوا حوالي 4 كيلو، كل شوية يوقعوه يقوموه يرموه بحاجة يجروه من هدومه. جيمس كان بيعيط وكان بيحاول يرجع، ومع الوقت وصلوا لمنطقة فاضية جنب خط السكة الحديد. المكان هادي ومهمل ومفيش شاهد واحد، وهناك بدأت اللحظات الأخيرة. رموه على الأرض، وللأسف اتعامل بعنف شديد وتفاصيل كتير ما ينفعش يكونوا أطفال اللي عملوها. أما جيمس حاول يقف، حاول يهرب، حاول يصرخ، لكن للأسف من غير فايدة. وبعد ما فقد الوعي وغرق في سكوته غطوه بالطوب وحطوه على القضبان عشان القطر يعدي ويبقى الحادث قضاء وقدر. وتاني يوم عامل السكة الحديد لقى الطفل، كان عارف انه مش حادثة، الإصابات مش إصابات قطر، دي إصابات غضب وجنون وبراءة اتدهست بإيدين أطفال. الشرطة لفت على كل كاميرات المول التجاري لحد ما ظهر المشهد المرعب، 2 أطفال ماسكين جيمس من إيده وخارجين بيه. لما انتشرت الصور والناس بلغت قبضوا على تومسون وجون. التحقيق كان صادم، جون كان منهار بيعيط وبيترعش بيقول ماما هتقتلني، أنا ما كنتش عايز أموته. أما تومسون كان ساكت وثابت وعينه زايغة. لما سألوا جون في التحقيقات ليه عملته كده، قال تومسون قال لي نعملها وأنا ما قدرتش أرجع. المحكمة كانت أول مرة في تاريخ بريطانيا يتقدم طفلين للمحاكمة كبالغين. الصحافة كانت بتصرخ، الناس كانت بتطالب بإعدامهم، المجتمع كله كان مش قادر يفهم إزاي طفل يرتكب حاجة بالشراسة دي. اتحكم عليهم بالسجن في مركز إصلاح الأحداث لحد ما يكبروا. ولكن القصة لسه ما خلصتش. سنة 2001 خرجوا بشخصيات جديدة وأسامي جديدة محمية بالكامل. تومسون اختفى، محدش يعرف عنه حاجة، لكن جون اتقبض عليه تاني بعد سنوات بتهم تانية واتحكم عليه بالسجن تاني عشان يثبت للعالم إن في شر بيتولد قبل ما يكبر. قضية جيمس مش مجرد جريمة، دي درس مظلم بيفكرك إن الشر ساعات ما بيكبرش، الشر ساعات بيتولد طفل.